لم يحترم شيبته ولم يرحم مرضه، كالوحش افترس كل القيم المصرية في مشهد أبكى الملايين وأنام المصريين موجوعي القلب. الحدث هنا في السويس، بلد الغريب، بلد الكرم، بلد الجميع، بلد التضحيات والنضال والعطاء. لكن الجاني لا يعرف شيئا عن طباع بلاده، ولا عن قيم مجتمع، ولا عن عادات وأعراف أهل تلك البلدة. اعتدى بوحشية موجعة على رجل عجوز يعاني من عدة أمراض مثل السكري والكلى. أهانه أمام ابنته، جعله مكسورا مقهورا، وقهر قلب الفتاة على أبيها الضعيف أمام مسمع ومرأى العالم. يقول الأب المسكين: كنت أخشى على ابنتي، هذا المتوحش هددها بالقتل وطعن نجلها بسلاح أبيض في يده. نقلناه على إثرها للمستشفى، كل ذلك بسبب اتهام باطل لابني بأنه سرق متعلقات. ورغم تبرئته أمام النيابة والتصالح بيننا، إلا أنه صمم على طردنا من العمارة دون وجه حق. اخترع عديد الحجج لكي يطردنا، لكننا رفضنا وتمسكنا بحقوقنا. في هذه الليلة حاول اقتحام مسكن ابنتي وتعدى عليها في وجهها وأصابها إصابة كبيرة، كذلك أصاب نجلها إصابة بالغة بقطع في يده. ثم تجمع وأقاربه لاقتحام مسكننا مرة أخرى. عشنا لحظات رعب لا تنسى، كادت دماؤنا تجف خوفا، لأننا نرفض العنف ولسنا أهلا له. فهو من يحب البلطجة ويفرضها أسلوبا في الخلاف. أنا رجل حافظ لكتاب الله، أتقي شري وأغلق أبواب الشيطان أينما حلت. رجوته وتحدثت معه برقة ليسمح لي بالدخول في العمارة، فعاملني كما الحيوان، ثم فعل بي ما رأيتموه، وكأنه دهسني مثل حشرة لا ثمن ولا قيمة لها. كنت أفكر في صباح الغد الذي سيكون صعبا للغاية، حيث أعاني من غسيل الكلى، لكن ضربته وإهانته لي أمام ابنتي كان لها الأثر الأقوى في نفسي. العجوز يعاني من أمراض عديدة وتعرض لوعكة صعبة بعدها، والأطباء قالوا كاد يفقد حياته من حالة الرعب التي أصابته، ولولا عون الله لما كان بيننا اليوم. الرجل الطيب قال: لا أريد شيئا غير قليل من العدل، لا أريد غير وقف لغة البلطجة، لا أريد إلا بلدي القديم، ذلك البلد الذي ينحني صغيره لكبيره مهما كان اختلافه معه. أقول لكل